هاي يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قد العالم. مبسوطه جدا ان انا رجعت لكم النهارده بفيديو وتجربه. يا جماعه انا كنت مستنيه التجربه دي بقالي شهور. كنت كل ما اخش ابلكيشن كنت الاقي ناس عماله تقرقش وتقرمش. انا خلاص بقى كنت هموت واجرب الفواكه والخضروات المجففه. كنت هموت واجربها. الحمد لله لفيت عليها مصر كلها لحد ما لقيتها واخيرا. ومعايا النهارده يا جماعه الفواكه والخضروات المقرمشه. يلا بينا ناخد الصوره بتاعه الفيديو. طيب، انا بصراحه جبتهم اونلاين، وكنت عايزه اجرب الخضروات اكتر من الفواكه لان سمعت ان الخضروات احلى من الفواكه. كل ده هشوفه دلوقتي عملي قدامكم. قبل اي حاجه ما تطلعيش من الفيديو، وقبل ما ابتدي اتاكدي ان انت عامله لي سبسكرايب للقناه ومفعله زرار الجرس. ولو عجبكم الفيديو النهارده وتحمستوا زي ما انا متحمسه كده، اعملوا لي لايك حلو زيكم، واكتبوا لي في التعليقات كلام حلو. دايما بستنى منكم الكلام الحلو في التعليقات. فيلا بينا نبدا الفيديو عشان الحماس مليون. زي ما قلت لكم انا جايبه الحاجات دي اونلاين، ويعني عايزه اقول لكم ان انا كل ما اخش ابلكيشن الاقي بيج بتبيع الفواكه والخضروات المجففه والمقرمشه. بس خلوا بالكم لو انتوا هتطلبوا حاجه زي كده، خلوا بالكم ان انتوا تطلبوا الحاجات المقرمشه اللي هي بتقرقش اللي هي بالتبريد. لكن المجففه دي اللي هي بتكون مجفنها وبتكون طريه. فانا كنت حريصه جدا ان انا اجيب الحاجات اللي هي بتقرمش، مش الحاجات اللي هي مجففه، لان الحاجات المجففه دي زي التين المجفف وزي القراصية وزي المشمش وكده، زي حاجات رمضان كده بتبقى طرية كده وبتبقى مسكرة قوي. فانا كنت عايزة اجيب الترند اللي طالع اللي هي الحاجات اللي بتقرش. عايزة اقول لكم انا طلبت ايه. انا طلبت دي، كانت حجمها 150 جرام. دي خضروات مقرمشة بالتبريد. وطبعا الخضروات كانت ميكس، يعني كانت بقى كل الخضروات على بعضها، مش مثلا مش مقسمينهم، لا كانت هي ايه على بعضها كده ميكس. بتاخدي الوزن اللي انت عايزاه، وفي خضروات بتكون عاديه وفي بتكون سبايسي. انا بصراحه يعني قررت ان انا اجيبها عاديه عشان انا احس بطعم الحاجه، يعني احس وانا باكل كده الخضروات احس طعمها اذا كان حلو، واقدر اميز بين طعم ده والطعم ده. لكن السبايسي كان ممكن يخليني من كتر ما انا حاسه ان الحاجه سبايسي ما اقدرش اميز الفرق بين الخضروات وبعضها او انواع الخضروات. الحاجه اللي بعد كده جبتها اللي كنت هموت واجيبها واجربها، اكتر حاجه كنت فعلا هجربها ولو ما كنتش لقيتها انا فعلا ما كنتش جبت الاوردر ده. الفراوله. الفراوله يا جماعه، وكنت قاصده ان انا اجيب القطع على بعضها، اللي هي الفراولايه على بعضها. شايفين شكلها خطيره ازاي؟ قمر قمر قمر. فانا جبت من الفراوله 70 جرام، وجبت الفراولايه على بعضها عشان عايزه احس بطعم الفراولايه كده، ويا رب طعمها يكون زي شكلها. متحمسه قوي قوي للفراوله. اخر حاجه جبتها، عايزه اقول لكم وانا بختار الحاجات دي انا مش عارفه دماغي كانت فين بصراحه. هتلاقوني جايبه يعني الاوزان غريبه. يعني مثلا دي انا جبتها 30 جرام. شايفين الموز ده موز مجفف 30 جرام، ودي فراوله مجففه 70 جرام. فتقريبا عشان انا بحب الفراوله قوي وكنت حاسه ان هي ممكن يبقى طعمها حلو فزودت منها، ما تفهموش يعني. ودي انا جايبها 30 جرام. لو حاولنا مثلا كل حد فينا ياخد قطعه واحده بس تقريبا يعني ايه مش هتكفينا. لكن دي يعني مش عارفه دماغي كانت فين. فانا مش عارفه احدق ولا احلي الاول. بس انا تقريبا كده هجرب الخضروات الاول وهنشوف ايه طعمها ايه. عجبني قوي الباكجينج بتاعتهم العلب دي، بحيث ان انتي تفتحي كده وتاكلي الحاجه وترجعي تقفلي تاني، وكمان قافلينها من هنا كده بغطا صغنون. فالباكجينج لذيذ. وحاطينها في زي كيس كده عشان يحفظوا الفواكه. انا هسيبها في الكيس زي ما هو، بس يا دوب هو كيس مفتوح عامه. انا كنت جايبه مقص عشان افتحه، بس هو غالبا مفتوح. فانا هعمله كده. هحاول اخد من كل نوع واحده، تمام، ويا رب اعرف اميز بينهم.
دي كده تقريبا البنجر، هي عشان لونها احمر فانا حسيت ان هي لونها بنجر. بصوا مبدئيا ريحتهم عاديه، يعني حتى ريحتهم مش خضار، يعني مبدئيا تحسوا ان ريحتهم حاجه محفوظه. او عارفين السناكس اللي بنجيبه من بره مثلا، من عند اللي هم بتوع المقرمشات والسناكس وكده، ريحتهم كده تحس ان هي ريحه كلها واحده. فخلينا ندوق. بصوا قرمشتها جامده قوي، هم مقطعينها كمان صوابع. طعمها، عارفين البنجر بيكون مسكر شويه، فهي طعمها مسكر شويه، هي مش طعمها بنجر، طعمها كانك بتاكلي سناكس مسكره شويه، ولونها كده زي ما انتم شايفين احمر. لذيذه، بس هي تحسوا ان هم مش حادقين، تحسوا ان هم مش حاطين ملح كتير او مش حاطين ملح خالص. فانا اعتقد ان الفواكه دي او الخضروات دي تنفع للناس اللي عامله دايت او الناس اللي عندها سكر او كده، ممكن ياكلوا منها عادي يعني. نشوف حاجه تانية. بصوا دي خطيره، بصوا دي يا جماعه، دي بسله، لا دي فاصوليا، دي فاصوليا ولا بسله؟ لا دي فاصوليا، دي فاصوليا. خلينا نجربها. قرمشتها اضعف شويه من قرمشه البنجر، اخف شويه من قرمشه البنجر. عارفين ان هي بتقرمش بس تحس ان هو فلافي كده، لذيذه على فكره، طعمها حلو. الفاصوليا اخف شويه، تحسوا ان هي فلافي كده وهي بتقرمش، هي مقرمشه وكل حاجه بس فلافي شويه. خلينا نجرب حاجه تانية. بصوا دي تقريبا دي صوابع بطاطس، باين قوي عليها يعني ان دي شكلها كده شكل بطاطس، يا اما بطاطس يا اما بطاطا، بس انا اعتقد ان هي بطاطس. خلينا نجرب. دي بطاطس حلو على فكره. قرمشتها اخف شويه برضو من البنجر، البنجر يمكن اكتر حاجه كانت صعبه شويه وانتي بتقطميها. شايفين الكيوت جزر يا جماعه، حلوه قوي. يلا نجرب. جزر لذيذ جدا، وطعم الجزر على فكره باين فيه. برضو قرمشته جامده شويه، تحسوا ان هي كريسبي اكتر زي البنجر. عجبتني تقريبا. دي مشروم تقريبا، دي مشروم، شكلها باين عليها كده ولونها بني، بس هي قطعة صغيرة، يعني هي تحس ان هي مقسومة من قطعة كبيرة، مش مشروم على بعضه، قطعة صغيرة. خلينا نجرب. على فكرة المشروم طعمها خطير، وزي ما قلت لكم على فكرة هم مش حاطين ملح، هم حاطين توابل، فتحسوا ان الحاجة مش مملحة خالص وتقدري تاكلي منها كمية براحتك. فالمشروم يمكن لحد دلوقتي اكتر حاجة عجبتني، وبعديها الجزر. البنجر كان حلو بس هو كان جامد قوي. طيب نخش على الحاجة اللي بعد كده. شايفين يا جماعة، شايفين الكيوتة، شايفين دي ايه؟ دي بامية يا جماعة، دي بامية شايفينها، بس البامية حجم عائلي شوية بامية قد وشي خلينا ندوق. عارفين البامية بتكون لزجة شوية كده، اللزاجة دي موجودة فيها، وجواها يا جماعة البذر اللي هو ده، شايفينه؟ البامية يا جماعة اتكسرت واتهرت واتبعترت في كل حتة، هي كريسبي جدا. عارفين اتكسرت كده واتفرغت من جوه زي ما انتوا شايفين كده. هي بس هي فعلا طعمها طعم بامية، يعني انا لما اكلتها دلوقتي طعمها طعم البامية. عارفين اللزوجة اللي بتكون في البامية دي، هي فيها اللزوجة دي، فهي بصراحة مش عجبتني قوي. ممكن نشوف بقى حاجة تانية، نشوف ايه اللي ناقصنا ما دقناهوش. نشوف ايه تاني. الكوسة يا جماعة.
تقريبا دي كوسه تقريبا، هي بيس صغيره كده، قطعه صغيره. هي في واحده جوه كبيره، انا هجيبها لكم عشان اوريها لكم، مش ههدى غير لما اجيبها، استنوني. اهي دي تقريبا كده يا كوسه يا خيار، بس لا هي دي كوسه اكيد مش خيار، فخلينا كده ندوق ونشوف. هي طعم الكوسه مش باين، بس هي قرمشتها جامده وكريسبي جامد كده، يعني تقريبا زي البنجر وزي الجزر، بس هي طعم الكوسه مش باين فيها زي ما قلت لكم. وتحسوا ان الخضروات فيها افتر تيست كده مسكر شويه، يعني تسكيره بسيطه، مفيهوش حدوقيه خالص. يعني انا حاسه ان هما مش حاطين على الخضروات ملح خالص، ما فيهاش ملح خالص تقريبا مش حاطين لي بسله، يعني انا مش لاقيه فيه بسله خالص. بسله اهي، لا دي فاصوليا برضه، كلهم فاصوليا، يعني انا مش شايفه ان في بسله خالص. في صوابع لونها ابيض كده، اعتقد دي هي البطاطس. خلينا ندوقها كده. اعتقد دي هي البطاطس، هي مش لها طعم خالص الصراحه، مش عجبتني. واعتقد اللي انا دقتها في الاول اللي هي دي لونها اصفر، اعتقد دي بطاطا. البطاطا كانت ألذ من البطاطس بكتير، لان البطاطا اصلا المفروض ان هي بتبقى مسكره شويه، فالبطاطا عجبتني اكتر من البطاطس. البطاطس مش عجبتني خالص، طعمها مش احسن حاجه. ايه تاني ما جربناهوش؟ دي اعتقد ان دي يا جماعه، اعتقد بتنجان، لان هي فيها اسود كده من بره، شايفين؟ فانا اعتقد ان دي بتنجان. خلينا برضو ندوقها ونشوف. كريسبي قوي، كريسبي قوي زي البنجر وزي الجزر والكوسه، لذيذه على فكره. انا جربت معاكم كل الخضروات، اعتقد ان مفيش حاجه تانية ما جربتهاش، بس انا اعتقد هما مش حاطين لي بسله، يعني انا شايفه كل اللي جوه فاصوليا. فاصوليا برضو لذيذه، يمكن اكتر حاجه في السناكس ده بس خفيفه، يعني خفيفه هي والباميه، قرمشتهم كده تحس ان هو فلافي شويه. اكتر حاجه كانت كريسبي كانت البنجر والجزر والكوسه والمشروم، دول كانت قرمشتهم كده تحس ان هو الكريسبي بتاعهم جامد كده شويه. في حاجه لونها بينك كده، انا مش عارفه هي ايه بصراحه، هي راحت فين؟ انا مش لاقيها دلوقتي، كنت شايفاها من شويه اهي. انا مش عارفه دي ايه بصراحه، هل هي فراولايه وقعت معاهم بالغلط؟ خلينا كده ندوقها ونشوف. عارفين دي ايه يا جماعه؟ بصل تقريبا، بس مفيش منها غير القطعه الصغيره اللي انا وريتها لكم دي، او اللي انا اكلتها دي، بس برضو لذيذه على فكره، قرمشتها كده خفيفه ولذيذه، فيعتبر التجربه لذيذه. ادي التجربه 8/10، لذيذه يعني، حلوه ان احنا كنا هنموت ونجربها. انا بصراحه كنت واحده عايزه اجربها باي طريقه، فبصراحه يعني الحمد لله انا جربتها عشان مش يجرالي حاجه، بس يعني ما اجيبهاش تاني يعني، عادي يعني، لان اولا هي غاليه، وثانيا عادي يعني، ما اجيب سناكس عادي واكله، ايه المشكله يعني؟ ما السناكس في كل حته ورخيصه يا جماعه، ايه يعني؟ التجربه يا جماعه لذيذه، ممكن تجيبيها مره كميه صغيره كده تجربيها لو انت عندك فضول تجربي، لكن بصراحه مش اللي هي الواو اللي انت خلاص بقى يعني هتموتي لو ما جربتهاش، او هيفوتك نص عمرك لو ما جربتهاش، لكن هي زيها زي السناكس العادي يعني. فبس الحلو فيها ان هي مش مملحه خالص، ما فيهاش اي نوع من انواع الملح. زي ما قلت لكم اكتر حاجه عجبتني هي المشروم، وبعد كده الجزر والبنجر والكوسه والبتنجان، لكن وبطاطا عجبتني برضو. اكتر حاجه ما عجبتنيش البطاطس، مش عجبتني الصراحه، عشان تحسوا ان فيها نشا كده، طعم النشا باين، والباميه دول مش عجبوني. نخش بقى ونحلي ونسكر، ناخد الموز ولا ناخد الفراوله؟ انا صراحه هختار الموز، عشان انا عندي توقعات للفراوله دي رهيبه، يا رب ما تخذلنيش. فانا كده برضو الباكجينج بتاعتها كيوت، ونفس برضو الحاجه اللي هي الغطا الصغنن ده جوه الغطا الكبير، اعتقد عشان مش يخش لها هوا ورطوبه ويبوظها. زي ما انتم شايفين ده شكل الموز. اوبا
ده شكل الموز كده. انا زي ما قلت لكم انا جايبه 30 جرام موز، فده شكل كده الموزه كيوت. يلا نجرب. بصوا هي طعمها مش موز خالص الصراحه، يعني طعم الموز مش موجود. طعم الموز عامه بيكون واضح وباين في الموزه. لما تيجي تاكلي موزه عادي كده صحيحه بتحسي فعلا طعم الموز بيكون مسكر كده وباين، لكن هو طعم الموز نفسه مش موجود في الفواكه اللي هي المقرمشه دي. قرمشه الموز مش قويه زي الخضروات الصراحه. زي ما قلت لكم طعم الموز مش واضح زي ما بتكوني بتاكلي موزه عاديه كده، لا هو طعم الموز مش باين خالص. وقرمشه الموز مش قويه زي الخضروات، فيها نسبه قرمشه بس اخف بكتير من الخضار. بصراحه الموز مش احسن حاجه، يعني انا كنت متوقعه ان انا هلاقي الموز طعمه واضح جدا، يعني كنت حاسه ان انا هلاقي طعم الموز عشان هو اصلا في العادي طعمه بيكون قوي قوي. لا انا حاسه ان مفيش طعم موز خالص. كويس ان انا ما جبتش كميه كبيره، ربنا يستر على الفراوله. فانا حاسه ان الموز بصراحه اديله ايه 4/10. حاسه ان هو ما عجبنيش، يعني كويس ان انا ما جبتش كميه كبيره عشان بصراحه طعمه مش احسن حاجه. نخش بقى على التقيل، الحاجه اللي انا متحمسه لها ومستنيه لها ويا رب ما تخذلنيش، يا رب ما تخذلنيش، الفراوله. اخر حاجه هنجربها النهارده وهي الفراوله. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونجرب. على فكره دي لو عجبتني محدش في البيت هيحط ايده فيها، انا هسيبكم التانيين كلهم براحتكم، انما الفراوله دي بتاعتي انا، الفراوله دي انا اللي هخلصها لوحدي. بس يا رب تطلع حلوه وفي الاخر ما تترميش. هنقول بسم الله. اوف بقى، اوف بقى يا جماعه، الفراوله ريحتها فراوله، الفراوله ريحتها فراوله. الفراوله يا جماعه طلعت فراوله، هم مش بيضحكوا علينا، لا دي فراوله فعلا. خلينا نجرب. بصوا بقى ريحه الفراوله، عارفين زبادي الفراوله لما تفتحوا كده علبه الزبادي وتشموها تحسوا ان هي ريحته فراوله؟ هو ده ريحته زبادي فراوله، ريحته حلوه قوي. شايفين دي كده فراولايه، قطعه فراولايه. ناكل بقى وندوق. بسم الله. لا استنوا بقى، مش عارفه اوصف لكم الاحساس وانتوا بتقرمشوها كده وبتاكلوها حلوه قوي. مزازه الفراوله، عارفين مزازه الفراوله باينه قوي قوي فيها، يعني مزه اكتر ما هي مسكره، يعني فيها مزازه كده اكتر من ان هي فيها سكر، بس حلوه. الفراوله دي يا جماعه تاكلوا منها وما تجزعوش لان فيها نسبه مزازه كده حلوه قوي بصراحه، عجباني وريحتها حلوه قوي. كريسبي خفيف، عارفين بتقرمش بس في نفس الوقت خفيفه، واول بتحطوها في بقكم بتحسوا بالمزازه على طول. حلوه قوي. ادي الفراوله 9/10، عجبتني. طيب عايزين مني حاجه؟ الفيديو خلص خلاص. قولي في التعليقات اكتر حاجه عجبتكم ايه. طبعا الفراوله عجبتني اكتر بكتير من الموز، يعني انا لو اتحطيت في نفس التجربه تاني عمري ما هجيب موز. الخضار حلو قوي، يعني الخضار اديله 9/10 هو والفراوله، لكن الموز بصراحه اديله 4/10 لانه ولا طعمه موز مش عارفه ولا مسكر. لكن ده انا حاسه ان انا باكل حاجه فعلا زي المقرمشات اللي احنا بنجيبها او السناكس اللي احنا بنجيبه من بره عادي. والفراوله احساسها كده في البق حلو قوي وطعمها لذيذ، برضو سكرها خفيف قوي وفيها مزازه عاليه قوي. لا هي ريحتها وشكلها وملمسها حلو بصراحه، فانا عجبتني الفراوله برضو قوي. وبس كده يا بنات، ده الفيديو بتاع النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويا رب تكونوا استمتعتوا بالفيديو معايا. ولو حابيني او حابين تشوفوني تاني في فيديوهات تانية كتير ما تنسوش تفعلوا زرار الجرس وتعملوا لي سبسكرايب، وهستنى لايكاتكم الحلوه. وقولوا لي في التعليقات هل انتوا جربتوا الخضروات والفواكه اللي هي المقرمشه دي
ولو انتوا مجربتوهاش ايه اكتر نوع حابين تجربوه. يلا اشوفكم بقى فيديو جديد على خير، و مع السلامة حبايب قلبي.